هنتكلم عن قرعة كأس مصر واحتمالات مواجهات الأهلي والزمالك وبيراميدز في الأدوار القادمة. لو أنت أهلاوي ويهمك الأمر ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وترزع اللايك الجميل بتاعك والاشتراك في القناة. اللايك والاشتراك ما بيكهربوش فما تبخلش عليا بالاثنين، ما ترزع لايك يا عم واشتراك. بالنسبة لدور 32 الأهلي يواجه المصرية للاتصالات والزمالك يواجه بلدية المحلة. أيضا فاركو يواجه تليفونات بني سويف، والاتحاد السكندري يواجه كهرباء الإسماعيلية، وحرس الحدود يواجه الإسماعيلي. أيضا المصري يواجه ديكرانس، ونادي بيراميدز يواجه نادي مسار. تعال نتكلم معلم عن المواجهات المحتملة في حال صعود فرق توب 5 للدور القادم او لدور ال16. في حال فوز النادي الاهلي والصعود لدور ال16 هيواجه يا اما فاركو او تليفونات بني سويف، وفي حال صعود الاهلي لدور الثمانية هيواجه انبي او المقاولين او بتروجيت. ايضا في حال فوز الزمالك والصعود لدور ال16 في احتماليه كبيره انه يواجه سيراميكا كليوباترا او اير للاسمده. وفي حال صعود بيراميدز لدور ال16 في احتمال كبير انه يواجه الجونه او بترول اسيوط. في احتمالين: مواجهه بيراميدز والاهلي في نصف النهائي، ومواجهه الزمالك والمصري البورسعيدي في نصف النهائي. في احتمال كبير ايضا ان لو فاز الاهلي في نصف النهائي وفاز الزمالك في نصف النهائي هتبقى قمة جديدة في نهائي كأس مصر. إن شاء الله الأهلي يفوز ويصعد لنهائي كأس مصر، واحنا مستنيين اللي يوصل لنا. احنا بفضل الله ما فيش فريق بيقف قدامنا، وان شاء الله هنفوز والكاس ان شاء الله، وبعون الله اهلاوي ويكون في دولاب الاهلي. بس كده معلم، ده كان نهاية كلامي. ولأول مرة تتفرج عليا ما تنساش اللايك الجميل والاشتراك، هيفيدوني جدا، فما تزعلنيش وتبخل عليا بالاتنين. بس كده، سلام.